تتذكر مونديال 22؟ ايه طبعا. وتتذكر قلت لكم اغنيه ما شافوهاش؟ تتذكرها؟ تذكرتها. ما شافوهاش ما شافوهاش. ايه تو المره هذه المغرب باش تعملوا لهم اغنيه اخرى ما تصدقوهاش، لانه المغرب الان وباجماع الناس اللي تفهم كوره، مش احنا مجاملات خاطرنا عرب. صحيح. حتى في اوروبا حتى في امريكا بيتحدثوا على المغرب وانه من 8 منتخبات القويه في العالم، وهو حتى ترتيب الفيفا المغرب في المرتبه السابعه. المغرب عنده كل الامكانيات. المغرب سامحوني كل الفرق العربيه الاخرى مع احترامي له واولها تونس والجزائر اللي عنده فريق ممتاز، عندك الحق عنه، لكن المغرب درجه اخرى. المغرب يمكن ما تنجحش افريقيا، اما عالميا المغرب مستواه رائع. وقت اللي عندك لاعبين في المغرب يلعب لك في البي اس جي، ويلعب لك في الشامبيونز ليج، ويلعب لك في البايرن، ويلعب في مانشستر يونايتد، ويلعب، هذاك هو المستوى العالي، لو جرو نيفو. واليوم الفريق المغربي عنده نقطة ضعف. شنو هي نقطة ضعف؟ وانه عنصر مفاجأة متاع 2022 ما عادش معاه. الكل سيكون حذر. اليوم المغرب نحتاطوا منه. اليوم المغرب ما عادش يهبطوا معناها بعقليته انه تي المغرب. لا، اليوم المغرب يخوف. هذا ربما الحاجة اللي ما تنفعش المغرب، ولكن المغرب ينفع روحه. المغرب عنده فريق الحقيقة وعنده لاعبين استثنائيين. يلعب في ريال مدريد، الراجل يلعب في ريال مدريد، واحد من الملاعبية. هي عندك فريق سامحني يلعب في المستوى العالي جدا. هذاك علاش نقول بالنسبة لي أنا المنتخب المغربي سيكون مرة أخرى سفير الكرة العربية والإفريقية في المونديال هذا. بكل